تتعلق بالوثيقة، تتعلق بالمستقبل، تتعلق بكيفية التنظيم، تتعلق بالأفق الذي نطمح من أن نشتغل من أجله، سيتكفل بها الأخ المناضل الكبير والرجل الذي رجل المهام التاريخية، والرجل الذي وهب نفسه لخدمة الحزب وخدمة مواطنيه وخدمة الحس النقابي كذلك في خضم الحس السياسي، الأخ طيب منشي. فهو سيتكفل بمتابعة بقية هذا اللقاء، وسيتكفل بأهم نقطة في هذا اللقاء اللي هي التنظيم وكيفاش غادي تكونوا بالضبط، وسيجيب على الأسئلة لأن فرقنا بين المهام على أساس بأنه يجيب على الأسئلة الدقيقة. شكون نحنا بارابور شنو كيوقع، شنو هي الآفاق ديالنا، كيفية اشتغالنا، بماذا سنشتغل، شنو هي العراقيل اللي كنتوقعوا غادي نلقاو، شنو هي الحلول اللي احنا مجهزين لها، شنو هو موقع الشباب الشبيبه والنساء في التنظيمات، شنو هو في حالة إذا غلقت الأبواب كيف سنتصرف. هذه الأشياء كلها مستحضرينها، احنا ما جيناش باش نقولوا بأنه رحنا واخدين الأشياء بكيفية يعني صحية ونقولوا في الأخر إي والله مشهد فقط قمت بالواجب. لا، اللي كيقوم بالواجب يتحمل المسؤولية حتى النهاية، ونحن مستعدون لتحمل المسؤولية حتى النهاية. لذلك أنا سأكتفي بالإجابة على القضايا الأشياء التي أثرت واللي كان فيها أسئلة. السؤال الأول كان حول القطع مع دوائر الخوف والمخاوف. لا بالله فعلا التيار ضرورة ثقافية، لكن الأخ ما يمكننا شيء، وأنا مختلف مع هذا الموضوع، ما يمكنش نختلفوا فيما يتعلق بالديمقراطية، لأن الديمقراطية هو تراث إنساني حضاري ملك للجميع، ملك للمستقبل. لا يمكن أن نقول بأنه إذا اختلفنا ديمقراطيا نعم، ولكن نختلف لأننا نحمل شعار الديمقراطية والانفتاح. ما أعتقد بأنه، ولكن أتفهم الطرف الثاني في سؤالك. نحن لم نخلق ليؤسس دكانا سيقع إغلاقه عندما نختلف، أو سيقع إغلاقه في وجه الآخر عندما يختلف معنا، أبدا، ولكن ذلك مطلوب لنا جميعا، لأن القرار الحاسم والقرار النهائي هو يجب أن يكون قرارا ديمقراطيا، ولذلك نحن في هذا الإطار لا نتخوف من هذه العملية. خدعة التاريخ والمسألة التسيير الجماعي أو غيرها، هذه آلية مؤقتة اشتغلنا بها، ولن يكون هناك إطار أفقي أو إطار تحتي أو إطار مسير انطلاقا من الرباط أو الدار البيضاء، بل نحن نخضع في التوجه المستقبلي فيما يتعلق بالتنظيم، وسيشرحه الأخ طيب، لإرادة المجموعة. فأعتقد أنه فيما يتعلق بالوثيقة أنها وزعت، لكن بالنسبة للأخوات والإخوة اللي ما زالوا توصلوا بها، الأخ عماني سيتكفل بها في هذا الاجتماع، وستوزع الوثيقة المرجعية، وهي بالأساس. وهنا يجب أن نفتح قوسين. عندما عقدنا لقاء الدار الأخت الخماس، عندما عملنا لقاء للدار البيضاء، أعطينا واحد الرقم ديال الاتصال خاص، يعني عنوان إيميل، لكن راه مازال كاين واحد الأشياء اللي بغينا الإخوان يفتحوا. صحيح أن كاين المشاركة، كاين المشاركة مكتفى، ولكن احنا باغي أسئلة من هذا النوع، ولذلك اخترت هذا الموضوع. باغي أسئلة في الجوهر، في العمق، فيما يتعلق بالتصور المستقبلي، لأن عندنا معك الحق. ماشي أنه كل واحد عنده مؤاخذة أنه ينشأ تيار هو ضرورة ثقافية، ولكن
في نفس الوقت بالنسبة لوضعنا الحالي هو ضرورة سياسية وضرورة مجتمعية وضرورة إنسانية، ويجب أن نشتغل من أجلها جميعا حتى يكون التيار في مفهوم التيار. هل هناك الآن يعني واحد التنظيرات فيما يتعلق بالتيار أخذا بالتجارب التي شهدتها بعض الدول كفرنسا وإسبانيا وغيرها. أنا لا أتفق مع جزء كبير من هذا التحليل، ذلك أن الخصوصية ماشي فقط التاريخ